بمناسبة تعاقد أحمد السقا على التمثيل في فيلم مستوحى من الرواية دي، فهل لعنة زيكولا المذكورة في الرواية ممكن مع الوقت إنها تتحول إنها تبقى حقيقة وتبقى شكل جديد كده من أشكال الفنتكة، وإن الناس بدل ما تجري ورا تحويش الجنيه أو الذهب أو الدولار ممكن بجد تفكر إنها في يوم من الأيام تلجأ إنها تحوش ذكاء؟ الموضوع ابتدى لما سمعت ان احمد السقا تعاقد على انه يمثل فيلم مستوحى من رواية ارض زيكولا، وان الفيلم ده هيكون من اخراج احمد خالد موسى، واللي هو اخرج له حاجات كتير زي مؤخرا مثلا مسلسل العتاولة، او اخرج له قبل كده فيلم زي هروب اضطراري. ناس كتيرة زمان على مدار حياتي عشان عارفين انا قد ايه بحب اقرا الروايات الخيالية، فكانوا دايما بيرشحوا لي اني اقرا رواية ارض زيكولا والجزء الثاني منها أماريتا. والحقيقة إني كنت مكسل وقتها لكذا سبب، منهم إني كنت حاسس إن الموضوع صغير قوي على إني أتحمس إني أقراه. يعني أقرأ مثلا لنجيب محفوظ ويوسف السباعي، ولا أقرأ لكاتب صغير لسه طالع اسمه عمرو عبد الحميد، وأقرأ كتب من إنتاج دار نشر قوية زي نهضة مصر والشروق، ولا أسيب كل ده وأقعد أقرأ حاجة طالعة من دار نشر صاعدة اسمها عصير الكتب؟ ففضلت مكسل من وقتها إني أقرأ الرواية بصراحة، لغاية لما سمعت مؤخرا عن خبر أحمد السقا ده. فالموضوع بصراحة استفزني إني أقرأ السلسلة اللي نجحت انها تشق طريقها لغايه لما تحولت ان بقى ليها عالم على وشك انه يتحول انه يكون عالم سينمائي. ولما قريت فهمت هو ليه مخرج زي احمد خالد موسى ممكن يبقى تحمس انه عايز يخرجها، لانه بانبهار الناس في رمضان ده بمسلسل مثلا زي جودر المستوحى من عالم الف ليله وليله، او بمسلسل الحشاشين اللي بعد الانتاج القوي اتباع بصفقه قدرها ضخم جدا لقناه روسيه اللي كمان نجحت انها تدخل المسلسل للعالميه. فبقى من الواضح ان النوع ده من الصناعة السينمائية للعوالم القديمة بقى ليها سوق، ورواية زيكولا من الروايات اللي كان ليها سمعة طيبة وسط الشباب، وفي نفس الوقت نجحت انها تخلق النوع ده من العوالم القديمه. بس هو الحقيقه ان اكتر حاجه لفتت انتباهي وانا عمال اقرا الروايه مش عالمها القديم ولا احداثها اللي اكيد عجبوني، بقدر ما اللي شدني هو فكره العمله. ان بطل الروايه اللي اتكتبت من 2010 لما ورى الناس كتير في زيكولا اول لما دخل العالم بتاعهم القديم عملته بجنيه عشان يحاسبهم، فاتريقوا عليه رغم انهم عايشين في عالم قد يبدو انه اقدم من العالم بتاعنا. ومع الاحداث فهمنا هو الحساب ما بين الناس بيتم ازاي. لما دخل البطل المطعم واكل وخرج من غير ما حد يطلب منه انه يدفع حاجة خالص، او لما دخل محل هدوم واشترى لبس من عصرهم وخرج برضه من غير ما يدفع حاجة. وبعد ما افتكر في الاول انه العالم اللي هو عايش في وسطهم هبل وبيدوا منتجات بلا حساب، طلع ان هو اللهبة وانهم اخدوا منه حقهم تالت ومتلت، لان طلع ان عملتهم هي الذكاء. وانه اول لما دخل العالم بتاعهم حس بقوة سحرية كده خلته مش مظبوط لثواني، وطلع بعدها السبب انه كان بيتلعن لعنة زيكولا اللي بتخلي جزء من الكيان الاقتصادي الزيكولي ان كل ما يدخل اي محل ويستهلك اي حاجة بتبقى متسعرة بما يعادلها ذكاء، فبتتسحب منه على طول وفي ساعتها من غير ما يبقى فيه اي نوع من انواع المناقشه او التعامل الورقي. درجه مرعبه من السلاسه والسرعه والكونفينينس في التعامل المالي ما بين الناس والمحلات او حتى الناس وبعض. ورغم انه كان متخيلهم هم اللي راجعين وهبل، الا ان طلع ان هم اللي عندهم درجه من التطور في مبدا التحول من التعامل بالكاش للكاشلس، في انهم ما بيتعاملوش بفلوس كاش، فبالتالي بتبقى حركة الفلوس اسرع وبلا مناقشة. بغض النظر ان حبكة الرواية بعد كده هي مغامرة عن ازاي البطل ده هيقدر يرجع تاني لعالمنا الاصلي من ارض زيكولا اللي راحها، وانه في ارض زيكولا دي نفسها في قانون ان افقر واحد يملك ذكاء في كل عام بيتقتل. الا ان مش ده اللي شدني او قعدت افكر فيه في الرواية، على قد ما قعدت افكر بحكم اني شغال في صناعة التك، انه هل باللي انا اشتغلت فيه او قريت عنه في صناعة التكنولوجيا فهل في يوم من الايام فعلا نقدر نوصل لده؟ هل نقدر نوصل فكرة ارض زيكولا انها على رأي رائد الاعمال محمد ابو النجا انها تفنتك الشغلانة بل والعالم كله؟ والحقيقة اني اكتشفت انه بالرغم ان الرواية دي اتكتبت على انها تكون خيالية جدا، الا ان مفيش علميا تماما ما يمنع انه تدريجيا اننا نوصل مع الوقت انها تتحول وتكون حقيقة. تعالوا نمسكها واحدة واحدة. في صناعة البيمنت او المدفوعات، من ساعة ما تدريجيا ابتدينا نبعد عن مبدأ ومفهوم الكاش، من ساعتها بقى في صناعتين، والصناعتين دول اتوجدوا عشان يخدموا على حاجة واحدة، الا وهي ان في مدفوع يتم، وعشان مدفوع يتم لازم يبقى في حد بيدفع
وده الزبون، وحد بيستقبل وده التاجر، ولازم اللي يدفع ده يبقى معاه وسيلة يعلن بيها فعلا انه عايز يدفع. فبالتبعية لازم على الناحية التانية اللي بيستقبل يبقى معاه وسيلة يقدر يستقبل بيها. ومن هنا جت الصناعتين. الصناعة الأولى إنك تروح تكلم الكاستمر أو الزبون وتعمل له الحاجات اللي تمكنه من الدفع، زي إنك بعد ما تعمل له حساب بنكي تبتدي بقى تطلع له ديبت كارد واصل على رصيده اللي حوشه، أو كريدت كارد بسقف رصيد بتسلفه له يدفع بيه ويبقى يسدده لك أنت بعد كده، وتدي له كبنك حل رقمي بيسموه الديجيتال بانكينج أو البنك الرقمي، وهي طريقة أو واجهة استخدام أو آب عشان يقدر يتابع فيه دفتر مدفوعاته. أو على الناحية التانية ممكن تديله حاجة اسمها بريبايد كارد أو كارت مسبق الدفع مسنود ببنك في الظهر، بس هو قدام الناس تحت اسم وكيان شركة زي مثلا تلدا أو كليفر، ودي بتبقى حاجة اسمها نيو بانك، حيث انك مسؤول عن فلوس الشخص ده برضه ولكن على شريحة عملاء معينين قادر انت تظبط لهم امورهم. زي ما تلدا كده مركزة على شريحة الشباب الصغير جين زي اكتر حاجة، وبتحاول تظبط لهم حياتهم عشان تضمن انها تدور درجة مدفوعات اكبر بيهم من خلالها لما تنجح انها تعرف طلباتهم واحتياجاتهم وتشتغل عليها. فكل اللي جبنا سيرته من كروت هي دي الصناعة الاولى الخاصة بالكاستمر او الزبون، وبيسموها صناعة الاشونس، انك تدي الزبون الوسيلة اللي هيدفع بيها. نيجي بقى للصناعة التانية على الناحية التانية، والصناعة دي بتبقى قائمة على انك تروح تكلم الميرشنت او التاجر وتعمل له الحاجات اللي بيقبل بيها، زي مثلا مكنة البوينت اوف سيل اللي بتلاقيها في المحلات والمطاعم واللي بتقبل الكارت بتاعك، او انك تعمل له طريقه بيقبل بيها برضه بشكل رقمي يحطها على متاجره الالكترونيه، ودي بتتسمى بيمنت جيت واي زي باي موب كده. وده المكان اللي لما بتيجي تشتري حاجه اونلاين بتحط فيه معلومات كارتك ويتبعت لك ما يدعى بالاو تي بي او الوان تايم باسورد او كلمه سر المره الواحده اللي بتتبعت لك عشان لما تكتبها تاكد على العمليه. ركز بقى في الجزء اللي جاي ده كويس قوي لان ده اللي ممكن يوصلنا تدريجيا لعالم ارض زيكولا، لان فكره كلمه السر بتاعت المره الواحده دي او الاو تي بي كانت معمولة لتأكيد العملية كل مرة، بس كانت بتخلي عملية الدفع المعتادة اسمها تو تايم كليك أو عملية الدفع المعتمدة على ضغطتين، فيها إن أول ضغطة بتبقى بيها أنت كزبون بتعلن إنك عايز تدفع، والضغطة التانية بتيجي بعد ما أنت بتأكد بكلمة سر المرة الواحدة إنه أنت فعلا الشخص اللي من حقه انه يعمل المدفوع ده. شركة امازون عشان تسرع عمليات الشراء جواها قررت انها تشن حرب على عمليات المدفوعات القائمة على اكتر من ضغطة دي، فقررت الاول انها توصل عملية المدفوع من انها تكون 2 تايم كليك الى انها تكون 1 تايم كليك، يعني عملية دفع معتمدة على ضغطة واحدة. فبقيت انت كعميل لما تيجي تدخل الكارت بتاعك وليكن في جهاز كيندل مثلا اللي كانت امازون عملته عشان تشتري من خلاله كتب رقمية وتقراها عليه، انك لما بتدخل الكارت بتاعك عليه بتطلب منك في اول مرة ما يؤكد انك صاحب الكارت، وبتاخد منك موافقة انها هتعمل عملية المدفوع على كارتك من غير ما تخليك تحط كلمة سر المرة الواحدة او الاو تي بي في كل مرة انت بتدفع فيها. وفعلا بسبب حركة زي كده بقيت لما باجي اشتري كتاب على جهاز كيندل مثلا كل اللي بعمله اني بدوس على زرار اشتري وما بيطلبش مني اي حاجة، مجرد بلاقي الكتاب نزل وجالي رسالة ان الفلوس اتسحبت. يعني فعلا تحولت عملية الدفع بعد ما كانت بضغطتين انها في اللحظة دي بقت بضغطة واحدة. وبعدين دخلت امازون في التحدي الاصعب، ازاي تحول العملية من 1 تايم كليك الى 0 تايم كليك، يعني عملية دفع تتم بصفر ضغطات من غير ولا ضغطة واحدة. مستحيل مش كده؟ ومن هنا جت فكرة محلات امازون جو. تخيل معايا سوبر ماركت زي نجمة هليوبلس كده، بس بدل ما تقف في طوابير الكاشير الطويلة عشان تحاسب قبل ما تخرج، لا ده انت بتخرج على طول، مجرد بتدخل تاخد اللي انت عايزه وتخرج وتلاقي بعدها اتسحب منك الفلوس على طول من غير ما تقف في طوابير ومن غير ما تدوس على ولا ضغطة، لمجرد ان المحل رفوفه عبارة عن ميزان رقمي بيقدر يستشعر هو ايه اللي نقص، ومرشق كاميرات وسنسورز في سقف المكان بيعرف بيها انت كنت فين امتى وخدت ايه، وفي النهاية لما بتخرج بيجمع كل اللي عرفك بتاخده وبيحاسبك.
فده كده فتح كلام ازاي ان تكنولوجيا زي تكنولوجيا امازون جو ممكن يبقى المنتج او التكنولوجيا اللي استخدمها تاجر الهدوم او المطعم اللي في رواية ارض زيكولا اللي اكل فيه البطل في اول الرواية. يتبقى بقى اننا نفكر ازاي البطل اتسحب من ذكائه في لحظتها، فنرجع بقى لصناعة الزبون او الكاستمر اللي قلنا انه لازم يبقى معاه الحاجة اللي يدفع بيها، واللي ابتدت انها كانت كارت، سواء بقى كان ديبت او كريدت او بريبايد كارد، ويكون موصول بحساب بنكي فيه فلوس. إلا أنه تدريجيا لما العالم ابتدى يشتكي من الورقيات والبلاستيك بسبب مشكلة الاحتباس الحراري وتغير المناخ اللي بقى بيهدد العالم، واللي جزء كبير منه سببه في الطريقة اللي بيتم بيها إعدام الورق والبلاستيك بالحرق المضر للبيئة والطبيعة، فابتدى التفكير في طريقة عن ازاي ما نلجأش لكروت بلاستيكية حقيقية. فتحولت التكنولوجيا بالتدريج ان الكارت بقى شايل جواه حاجة اسمها NFC او Near Field Communication او الاتصال القريب المدى، انك بدل ما تحط الكارت في المكنة انك مجرد تحركه حوالين المكنة. طب وازاي ده ممكن يفيد في اللي احنا بنقوله؟ ما احنا لسه بنطلع كروت اهو. لا طبعا ابتدى ده يفيد، لانك بقيت تقدر من خلال التكنولوجيا دي انك توصل الكارت بتاعك على تليفونك او ساعتك الرقمية اللي فيهم نفس التكنولوجيا دي. فتدريجيا ومع الوقت ممكن ما تحتاجش في يوم من الايام انك تستخرج الكارت ده اصلا، انما تبقى بتدفع من خلال اجهزتك ايا كان اللي انت بتستخدمها طول الوقت، واللي فيها من تكنولوجيا NFC دي بانك تسجل عليها كارتك وتعديها على مكنة الدفع فتدفع من غير ما يبقى معاك كارت حقيقي. بمعنى تاني الكارت ما بقاش ضرورة، الكارت كان مجرد وسيلة للتعرف عليك عشان يسحب من حسابك اللي موصول عليه كارتك ده. بس لو بقى في طريقة تانية للتعرف عليك يربطها بحسابك فخلاص ماشي، مفيش ما يمنع. يعني عندك مثلا انستا باي، خير دليل انك بقيت قادر تدفع لشخص من غير ما يبقى معاك كارت ولا هو معاه مكنة. بل وزود التطبيق ده قيمة قوية جدا كمان، ان التحويل بقى لحظي حتى لو البنوك مختلفة من خلال تكنولوجيا اسمها IPN او Instant Payment Network او شبكة الدفع اللحظي، واللي ممكن نتخيل ان ارض زيكولا مبنية عليها، حيث ان الذكاء كعملة بيتحول من شخص لشخص بشكل لحظي. عودة بقى ان الكروت ما بقتش المعرف الوحيد للحساب البنكي، وبقى فيه NFC، وبقى فيه غيره كمان انواع جديده معروفه من المعرفات دي، زي مثلا QR كود او الكويك ريسبونس كود او شفره الاستجابه السريعه، او مثلا تكنولوجيا RFID او الراديو فريكوينسي ايدنتيفاير او هويه ترددات الراديو. طيب ازاي ممكن يبقى بطل روايه زيكولا اتسحب منه ذكائه؟ الروايه زي ما قلنا بتبين انه اول لما دخل ارض زيكولا حس بزي الم في دماغه، وكأن في اللحظه دي كان بيتعمل له ايشوينج او اصدار لهويه رقميه ليه. وانا متخيلها في المستقبل القريب بصراحه ممكن تحصل من خلال التكنولوجيا اللي بيوفرها حاليا ايلون ماسك من خلال الخبر اللي تم الاعلان عنه قريب، وهي تركيب نيورالينك تشيب في الدماغ. وانا كنت اتكلمت في فيديو كامل هحطه في اخر الفيديو ده عن ازاي تم تجريب نيورالينك على اول انسان ونجح انه يحرك الماوس على الكمبيوتر من خلالها بدماغه. وكنت اتكلمت في الفيديو ده برضو عن انواع البيزنس المتفرقة المرعبة اللي ممكن تطلع من شباية زي دي، من الدخول بقى في درجة تانية من صناعة الاعلان او الخلود الرقمي او الخلق الرقمي او المقدرة بيها ان الحكومات ممكن تسيطر على افرادها. البيزنس الوحيد اللي كان ممكن يطلع من شباية زي كده اللي فاتني ان اتكلم عليه في الفيديو اللي فات معرفش ازاي، واللي قراية رواية ارض زيكولا الهمتني بيه وفكرتني بيه، هو ازاي ممكن شباية زي دي ممكن تساهم في تغيير صناعة الفinتك او تكنولوجيا المدفوعات. لانه ايه اللي يمنع ان يتم استخدام الشباية دي ويتم ربطها بحسابك البنكي مثلا، ويكون فيها تكنولوجيا هوية ترددات الراديو او RFID اللي بتستخدمها النهاردة الرادارات في مصر بالمناسبة للتعرف على عربيتك من بعيد وتحديد سرعتك لتحرير مخالفة ليك في حال خالفت السرعة. فبنفس المبدأ اللي خلى العربيات في مصر تردد، رادارات بتقدر تقراه من بعيد. فمع الوقت وبالشباية بتاعت النيورالينك المزروعة في دماغك انت كمان كشخص يبقى ليك تردد، وده التردد اللي ممكن مع الوقت يتقري بسهولة من كاميرات وسنسورز من المحل اللي زيه معمول بتكنولوجيا امازون جو. وبكده نبقى وصلنا
لفكرة ازاي ممكن شخص يدخل محل زيكولا ويتسحب منه حاجة، لان هو بقى عنده الوسيلة اللي يقدر يدفع بيها في دماغه، الا وهي تشيباية النيورالينك الموجود فيها تكنولوجيا RFID. وتاجر زيكولا اللي بقى عنده حاجة يستقبل بيها، الا وهي التكنولوجيا الشبيهة بالتكنولوجيا اللي موجودة في محلات زي امازون جو. لكن كل ده احنا لسه بنتكلم على التداول بعملة الوطن الاصلي لبطل الرواية، الا وهو الجنيه. وبالتالي يتبقى الجزء الاخير في البازل اللي احنا بنحاول نركبه، الا وهو هل من الممكن ان احنا نقدر ان احنا نحول الذكاء انه يكون عملة؟ جزء من التحول المرعب اللي حصل في مجال الفينتك او تكنولوجيا المدفوعات كان بداية اصدار عملات رقمية بالكامل. واحدة من اشهرها البيت كوين. عملة من مزاياها انها غير معتمدة على مركزية البنوك، بتتنقل من الافراد لبعضها من خلال درجة معينة في التشفير بدون تدخل بنوك، مع الحفاظ على حد اقصى من عملاتها في قاعدة بياناتها لتجنب التضخم. اقتصاد كامل موازي رقمي. وبسعر البيتكوين النهاردة في السوق، فكرة العملة الرقمية نقدر نقول انها نجحت. واتبنى عليها فكرة تانية كمان اسمها السمارت كونتراكت او العقود الذكية الرقمية، ان بدل ما الصناعة دي تبقى قائمة بس على التداول المالي الرقمي، لا ده كمان يبقى في تداول لصناعات كاملة بعقود ذكية. يعني ادفع حاجة على المنظومة دي وخد قصادها خدمة. طب ما بنفس المبدأ هو تشيباية نيورالينك بتعمل ايه؟ مش هي بتقرا النبضات الكهربائية اللي طالعة من العقل وبتحولها لمجموعة من الوحايد والاصفار، الا وهي البيتس اللي بيفهمها الكمبيوتر، واللي بيها بيتحرك ماوس في النهاية، وبالتبعية أي أجهزة بعد كده هيتم وصلها بالنيورالينك. ومع الوقت مش هي استخدامها وغرضها المعلن إنها تاخد المعلومات اللي بيصدرها العقل من حركة إيدين ورجلين عشان يصدرها هو لباقي الجسم، فالجسم لو كان مشلول يقدر بعد كده يتحرك. فتخيل انت معايا عملة رقمية من أصفار ووحايد، بيتس، بس بدل ما تبقى شايله جواها مجرد بيتس عشوائيه زي البيتكوين وتيجي قيمتها من مجرد ندرتها وحركتها السهله البعيده عن المركزيه، لا ده العمله الرقميه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده هيبقى فيها انترنسيك فاليو حقيقيه، يعني قيمه داخليه حقيقيه. يعني الواحده منها ممكن يبقى جواها ازاي الايد بتتحرك، والمليون واحده منها جواها ازاي ممكن تسوق هليكوبتر. Let's go. يعني عملة مواهب، عملة ذكاء. عقلك الحقيقي مش محتاج يخزنها، انما جهاز النيورالينك اللي هيبقى محطوط في دماغك هو اللي هيبقى بيحولها او يستقبلها. ولما بيستقبلها شباية النيورالينك في دماغك هي اللي هتملي باقي جسمك ازاي تسوق هليكوبتر، حتى لو انت فعليا ما كنتش اتعلمت سواقة الهليكوبتر في حياتك. فلو حصل ونجحت شباية النيورالينك في يوم من الأيام إنها تحول الموهبة والمهارة والمعرفة لوحايد وصفار رقمية، فممكن طبعا على طريقة البيتكوين تقفل على الوحايد والأصفار والبيتس دي كلها في عملة، وتطلق عليها على طريقة الرواية وحدة أو يونت الذكاء. صحيح ان باقي الرواية كانت بتقول ان الذكاء لما بيتحرك من شخص للتاني فكان الشخص الاولاني ده بيقل ذكاء، وده مش بيحصل في الحقيقة، لان الذكي المفروض يفضل طول عمره ذكي. وان الذكاء لو بقى عملة رقمية في رأيي فالمفروض بالتبعية يبقى مش بيقل من شخص وبيزيد عند شخص، انما دي العملة الوحيدة اللي يحق لها التضخم، لانها لو تضخمت قيمتها مش بتقل، انما بيها كل شخص هيبقى قادر انه يخلق قيمة لوحده في مجالات شتى، وبالتالي فاتورة السوق تزيد. ولكن على ما نوصل لهناك فلازم الحكومة تقعد حبة تلعب لعبة تقنين، عشان لغاية لما ده يحصل والتضخم بتاع الذكاء يبقى مفيد، فالأول هيبقى فيه فترة ان الموارد الموجودة اقل من العملة لسه، لحد لما الناس تقدر تستخدم الذكاء اللي اخدته في حياتها الاستخدام المظبوط. اخيرا تبقى اننا نقول ان لو تم اتباع كل ما تم ذكره في كل ما سبق ونجحنا اننا نوصل لتكنولوجيا زيكولا زي ما تم طرحه، فحبكة الرواية الأولى كانت هتتلغي، لأن خلاص ما عادش هيبقى في حاجة اسمها أفقر الناس ذكاء لو سمحنا لعملة الذكاء التضخم بشكل مقصود لفايدة المجتمع. والجزء الثاني من الرواية كان هيتهد من أنقاضه، لأن الجزء الثاني من الرواية كان قايم على اتهام أسيل بطلة الرواية بالخيانة جراء ما فعلته بالجزء الأول. وفي المقابل رغم انها نجحت انها تهرب من ارض زيكولا لارض اماريتا، الا ان قانون زيكولا اللي اتهمها بالخيانة ادى الحق
لأي حد دفع للخاينة دي إنه يسحب تاني اللي دفعه ليها من ذكائها لأنها خاينة. الحاجة اللي بتخلي بطلة الرواية لما بتفقد الكم ده كله من الذكاء مرة واحدة إنها بتفقد الوعي وبتدخل غيبوبة. الحاجة اللي على أثرها بيتحرك الملك الأماريتي اللي حبها عشان يروح زيكولا من تاني ويشتري من هناك ذكاء عشان يرجعه لها تاني. فلو كان عملة الذكاء معتمدة على مبدأ الكريبتو زي البيتكوين كده ما كانتش هتبقى مركزية، فما كانش وقتها هينفع ان حد او جهة مركزية تسترد منها ذكاء تاني لمجرد ان حكومة مركزية جرمتها بالخيانة علنا. ما هو مفيش في الكريبتو مركزية ولا تجميد أرصدة، وكان زمان أسيل البطلة مكملة مع الملك الأماريتي ومتجوزاه بسهولة من غير مرمطة الجزء التاني من الرواية كله. والجزء التالت من الرواية اللي صدر السنة اللي فاتت هو أصلا ملوش لازمة كده كده في كلامنا، هو مسلي بس ملوش دعوة بزيكولا قوي، فملوش دعوة بموضوعنا قوي النهاردة ولا حتى بالسلسلة نفسها، السلسلة اللي اعتمدت على ان الذكاء عملة. هستنى منكم في الكومنتات تقولوا لي رأيكم، هل عملة الذكاء من الافضل انها مع كل معاملة لما تدفع من حد لحد انها تقل من اللي دفعها زي الرواية، ولا انتوا مع فكرة انها تبقى اكتر في هيئة نسخ من اللي دفع للي بيستقبل، والاتنين يفضلوا محتفظين بيها ويجوز التضخم في عملة زي دي؟ ولو اتحول الذكاء في يوم من الايام انه بقى فعلا عملة، شايف نفسك وقتها في أي طبقة اجتماعية مادية وليه؟ وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكم اشعارات لاخر فيديوهاتي. سلام.